السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى اخوات؟ ورجعنا لكم في فيديو جديد عن لعبة كلاش اوف كلانس بعد غياب كتير اوي يا جدعان. النهاردة هنرجع عشان هنرقي الملك بتاعنا لليفل 45 مع بعض، وكمان هنستخدم العمال بتاعتنا في ترقية بعض الحاجات في القرية بتاعتنا. بس في البداية ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وتذكر الله فألا بذكر الله تطمئن القلوب. وطبعا ما تنساش انك تدعمنا بانك تشترك في القناة، عايزين نوصل 400 مشترك في اقرب وقت، وعايزين انك تدوس لايك وتكتب لنا كومنت تقول لنا ايه رايك في الفيديو. كمان ما تنساش انك تفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل حاجه جديده. ويلا بينا على الفيديو. بعد غياب كتير اوي يا جدعان عن لعبة كلاش اوف كلانس رجعنا، هو لله الحمد، وان شاء الله هتبقى مفيش قطع تاني. بس ادعوا بس يا جدعان، لان فعلا في شويه مشاكل كده بتحصل لي فما بقدرش ان انا اسجل. وبعد ما رجعت لقيت ان احنا وصلنا لحوالي 320 مشترك، فالدنيا معايا تمام، وانا ان شاء الله هحاول اكمل عشان نوصل 1000 مشترك قريب. فلو انت لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، وعايزين نوصل حوالي 500 مشترك قبل نهايه شهر 5 ده يا جدعان. طيب زي ما انتم شايفين قلنا ان احنا هنرقي الملك، لان الاكسير بتاعنا زي ما انتم شايفين كده معدي الحاجة بتاعت الليفل بتاعه، عشان احنا لسه مخلصين الشهر بتاع 4 فزاد معايا شوية. ده غير ان هنا في الخزينة لسه في شوية اكسيد. طيب احنا هنعمل ايه بده كله؟ طبعا زي ما احنا قلنا هنرقي الملك، فاحنا هنرقي الملك ب94,000، هنرقي المستوى 44، وبعدين هنفنشه بكتاب أبطال. تمام. وادي كده الملك بتاعنا بقى الليفل 44، كده فاضل له مستوى واحد يبقى 45. احنا كل اللي احنا هنعمله هنسحب الدارك اللي في الخزينة جمع، وهنروح هنا عند التاجر ونشتري الكتاب الأبطال ب500 جوهرة. كتير بس عادي يعني، 500 جوهرة طول ما أنا معايا الخمس عمال يبقى أنا مش محتاج الجوهر في حاجة. فإن أصرف على كتاب أبطال هيبقى أحلى من إني أرقي واستنى. ماشي، فاشترينا كتاب الأبطال. ماشي، هنيجي هنا على الملك نرقيه ب98,000، المستوى 45، وندوس له إنهاء. وبكده الملك بتاعنا يكون 45، فاضل له 5 ليفلات بس على الماكس زي ما انتم شايفين يا جدعان. ادي الملك الآمر بتاعنا الناحية التانية، خليه ارضي، هتلاقوا زي ما انتم شايفين الماكس بتاعه الليفل 11، ليفل 20 في التاون هول 11. والملكة برضو معانا هتلاقيها ليفل 50 في تاون هول 11. فاضل لنا بس الملك وسط الملوك. طيب هنعمل ايه تاني؟ الاول كده هنهجم هجمتين، وادي الاستراتيجية اللي انا بستخدمها عشان في الهجوم. زي ما انتم شايفين بستخدم استراتيجية الملكة والهوج رايدر. انا بدعم نفسي بنفسي يا جدعان باستخدام أوسمة الغارات. بدعم نفسي زي ما انتم شايفين كده ب7 هوج والآلة دي مش عارف اسمها ايه بالظبط، وبدعم نفسي باتنين تجميد هنشتريهم ب46. ويلا بينا نهجم يا جدعان، ادي الدعم وصل. نخش ندور على خصم مناسب ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا جدعان بعد ما لقينا خصم مناسب. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هننزل الملكة، وهننزل الواحد بالون ده عشان لو في فخاخ تطلع عليه عشان الهيلر نحميها، وبعد كده ننزل 5 هيلر. بعد كده احنا عايزين الملكة تتجه ناحية اليمين من التصميم ناحية الآمر. فكل اللي احنا هنعمله هننضف باستخدام زي ما انتم شايفين ادي البيبي دراجون. تمام. بعد كده هنحاول نفتح لها السور. بص فتح لها السور من هنا، فانا عايزه يتفتح. ماشي، هي راحت في الاتجاه اللي انا عايزه. بعد كده ممكن نحذف لها واحده واحده غضب هنا. تمام. هننزل القلم من الناحيه التانية، وهننزل الملك وننزل ونستنى بقى شويه. اول ما الآلة تفتح طبعا هتنزل الهوج بتاعك وهتنزل كل حاجه معاك. الملكه لو لقيت عليها ضغط ممكن ان انت تحط لها التجميد بتاعك على اساس ان الاتنين الانفيرنو دول. ممكن نخش نفتح لها السور برضو. تمام، ادي واحده هنا. ماشي، الآلة تقريبا المفروض ان هي هتتفتح دلوقتي. نزل واحدة بس تجميد هنا كده بسرعة. زي ما انتم شايفين المدفعية اشتغلت، فانت هتنزل واحدة هنا كده. نسينا ننزل الأمر يا جدعان. بس خير 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 خير، يلا يا أمر يا غبي الحق بالجنود. زي ما انتم شايفين يا جدعان مسحنا الخصم بكل سهولة. ودلوقتي هنجهز الجيش تاني ونجهز زي ما انتم شايفين خدنا 25 كاس والدنيا معانا تمام.
كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نطلب التعزيز تاني، نخش نهجم على خصم. ماشي، احنا ننزل الملكة من هنا، ننزل البالون، ننزل معاه الهيلارات و بيبي دراجون من هنا كده عشان نضيف لها ونفتح لها السور. يلا يلا، تمام. بعد كده هننزل لها واحدة هيل كده، تمام. وممكن ان احنا نجمد لها ولا نسيب التجميد دلوقتي. هننزل القلم من الناحية التانية وننزل قدامها الملك، تمام. هي ما دخلتش، اسوأ حاجة بقى في الملك. افتح لها السور من هنا يمكن تخش. تمام، ادي امور الملكة بتاعتنا. ادخلي جوه بقى، نشغل طاقة الملك. ماشي، ممكن نجمد هنا طبعا، نضيف لها واحدة هيل. نجمد هنا برضو، ننزل الهوجات 14 ماينر على شكل خط كده، تمام. نجمد هنا وننزل الامر كده، احذف واحدة هيل. يا امر يا غبي. طيب يا جدعان، عشان بس بقالي كتير ما هجمتش في كلاش اوف كلانس، فايدي مش واخد على الاستراتيجيه دي، بس يعني خدنا نسبه كويسه 79% مع كميه موارد محترمه. يلا نرجع ونشوف هنعمل ايه بالثلاث عمال الفاضيين اللي معانا. زي ما انتم شايفين حصلنا على مكافاه النجوم. ماشي، ممكن نرك ايه بقى بالعمال اللي معانا. بصوا زي ما انتم شايفين كده ان كل ابراج الارشر بتاعتي قربت تخلص. طبعا انا بفكرك تاني، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه، انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد الاول. بعد كده زي ما انتم شايفين برج الساحر ده الوحيد اللي لسه ما بقاش ماكس، فاحنا هنركيه 3700. بعد كده هيبقى معانا عاملين، هنركب مثلا واحد برج ارشر، ركيه المستوى 15، ياخد 5 يوم. وهيبقى معانا عامل تاني ممكن نستخدم نرك بيه ايه. ماشي، هنستخدم الأوسمة اللي معانا، نشتري 2 مليون مش هيكفوا. طيب، دقيقة واحدة. طيب، عايزين نشغل العامل التالت ده يا جدعان، مش عارف أشغله ازاي. معايا 800 ألف، مش أي حاجة جاية من هنا. لا. طيب، احنا ممكن بقى العامل ده نسيبه للسور ونركب بيه كام حباية سور دلوقتي. دي ب1 مليون، التاني لحد مثلا ما نسيب معانا كده 2 مليون وخلاص. وبكده يكون فيديو النهارده خلص. اتمنى ان هو يكون عجبكم. وهنا ركنا الملك، وان شاء الله المره الجايه هنحاول ان احنا نوفر عمال اكتر ونرك بيهم ترقيات اكتر. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.